يا أماه ألم تسمعي نداء رسول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ فقالت لها لا ما سمعتش. هو قال إيه؟ قالت لها حذر وقال أي حد هيبيع اللبن ومخلوط بالماء هعذبه عذاب شديد. قالت لها يا بنتي أنت فين ومنادي أمير المؤمنين فين وفينك وفين أمير المؤمنين أصلا؟ قالت لها يا أماه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مع قصة جديدة وقصة إسلامية وقصة حقيقية، قصة جميلة جدا فيها يعني عبر كتير وفيها دروس مهمة جدا جدا نتمنى إنها تبقى موجودة وكتير في العصر بتاعنا الحالي. قصة بائعة اللبن في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أذيع وتم إذاعة إن في مجموعة من تجار بائع اللبن بيغشوا اللبن بالماء عشان خاطر اللبن يبقى كتير فيبيعوا كتير ويكسبوا أكتر. الناس بدأت تشتكي وراحوا يشتكوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. راح جاي سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأرسل منادي في السوق وقال يا بائع اللبن لا تخلطوا اللبن بالماء ومن يفعل ذلك سوف يعذبه أمير المؤمنين عذابا شديدا. يعني أمير المؤمنين هيعاقبه عقاب شديد. وكان من عدل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب إنه كان بيقول دايما لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عليها يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. فكان سيدنا عمر بيتفقد أحوال الرعية بنفسه كل يوم، كان يخرج ويمشي كده في شرعات يعني في طرقات المدينة ويشوف الناس ويتحسس الناس. ففي ليلة من الليالي أو في ذات الليالي وهو بيتحسس الناس تعب فقعد يستريح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهو قاعد بيستريح سمع صوت بيقول واحدة بتقول لبنتها قومي يا بنتي اخلطي اللبن بالماء. كان في جوف الليل، الجو كان ضلمه وجو ليل. فالبنت بتقول لامها بقى اجمل حوار سجله التاريخ، اجمل واعظم حوار في التاريخ كله. المهم البنت بتقول لامها يا امي الم تسمعي منادي عمر بن الخطاب؟ انت ما سمعتيش منادي عمر بن الخطاب قال ايه النهارده؟ قالت لها لا ما سمعتش. قال ايه النهارده؟ قالت لها قال في السوق من يخلط اللبن بالماء فسوف يعذبه امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فالام طبعا راحت قايله لها يا بنتي انت فين ومنادي عمر بن الخطاب فين؟ احنا الجو ليل وجو ضلمه، انت فين وهم فين؟ ولا انت فين وامير المؤمنين عمر بن الخطاب فين؟ فالبنت بكل فصاحه وبكل قوه وبكل ايمان قالت لها يا امي ما كان لي ان اطيع امير المؤمنين عمر في العلن واعصاه في الخلاء. يا امي لن اعصي امير المؤمنين عمر، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع الحوار انبهر جدا وعجبه جدا الحوار وأعجب بإيمان وصدق البنت دي. المهم راح كان سيدنا عمر وهو في المسيرة بتاعته أو هو كان بيتفقد الناس كان معاه الخادم بتاعه وكان اسمه أسلم. فقال له يا أسلم ضع علامة على هذا الباب، حط علامة هنا. ومشي. فضل أمير المؤمنين برضه يتفقد الرعية بالليل وخلص وانتهى الليل ومشي أمير المؤمنين عمر. لما حل الصباح وجه الصبح راح قايل سيدنا عمر راح قايل لأسلم يا أسلم أنت عارف العلامة اللي حطيناها على البيت بتاع امبارح على الدار بتاعت امبارح؟ قال له طبعا يا أمير المؤمنين. قال له اذهب إلى هناك وأتيني بخبر من في الدار، هات لي خبر الناس ديت وهات لي قصتهم وشوف لي حكايتهم إيه بالظبط. المهم أسلم ذهب وجاب الأخبار كلها ورجع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين إنها فتاة تدعى أم عمارة ملقبة بأم عمارة، هي وأمها وهي يتيمة وليس لهم بعد، يعني مش متجوزة وقاعدة كده هي وأمها في الدار. قال له خلاص ماشي يا أسلم. راح باعت لأولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعاصم. فراح جايبهم الثلاثة وقال لهم من منكم يريد الزواج في جارية مؤمنة حق الإيمان وأنا والله لو لي حركة إلى النساء ما سبقني إليها أحد غيري. يعني لو أنا لسه يعني هينفع أن أنا أتجوز ما كنتش هخلي حد يتجوزها غيري أنا.
من منكم؟ فطبعا سيدنا عبد الله قال له يا أبانا أنا عندي زوجة وأنا عندي زوجة. وعبد الرحمن قال له يا أبتي أنا عندي زوجة، ما عدا عاصم فقال له يا أبتي زوجني إياها، يعني أنا موافق إن أنا أتجوزها. فتزوجها سيدنا عاصم. كانت أكبر مفاجأة وأكبر جايزة وأكبر منحة ربنا سبحانه وتعالى عوض بيها إيمان هذه الفتاة المؤمنة الخالصة التي خافت من ربنا سبحانه وتعالى، خافت الله سبحانه وتعالى في الخفاء، وعملت حساب إن ربنا مطلع عليها وشايفها. كان مكافئتها إن هي تزوجت من ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيدنا عاصم. لا ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى خلى من نسلها خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز. كانت هي جدته. دي كلها مكافآت ومنح ربنا سبحانه وتعالى عوضها بيها. نخرج من القصة بتاعتنا بتاعت النهاردة ان انت فعلا يعني خاف من ربنا، سواء في السر في العلانية. يوم القيامة بيجي ناس تخرج من القبور لهم أجنحة إلى الجنان، لا هيشوفوا لا صراط ولا هيشوفوا حساب ولا هيشوفوا عذاب ولا هيشوفوا أي حاجة خالص. هيخرجوا من القبور إلى الجنة، فتستوقفهم ملائكة الجنة، ملائكة الرحمن، ويسألوهم هل أنتم من الأنبياء؟ هيقولوا لا. هل أنتم من الرسل؟ هيقولوا لا. هل أنتم من الملائكة؟ فيقولوا لا. طب أنتم مين؟ أنتوا إزاي نلتوا المكانة دي والعظمة دي والجمال ده كله؟ ده في حساب، في يوم قيامة، وفي صراط، وفي ناس تعذب، وفي نار، وفي محشر. أنتوا إزاي كده؟ هيقول لهم كنا إذا خلونا لأنفسنا كنا نخاف الله. فاكتر يعني اعظم درجه من العبادات انك انت تخاف ربنا سبحانه وتعالى في الخلاء. البني ادم مننا فاكر وفاهم انه طول ما هو مستخبي او مستخفي من الناس هو كده حر يعمل اللي هو عايز يعمله، يعصي ربنا سبحانه وتعالى، يتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. يا رب تكون القصه بتاعت النهارده عجبتكم، ويا رب نكون احنا خفاف على قلبكم. متشكرين جدا لوجودكم معانا، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ومعتصماه أشهر جملة وأشهر نداء في تاريخ الخلافة الإسلامية. في الدولة العباسية نادت امرأة من الروم وقالت ومعتصماه، واتنقل الخبر للمعتصم بالله في الدولة العباسية. تعالوا نشوف عمل ايه. تعالوا نشوف المرأة ديت نادت على الخليفة المعتصم وقالت ليه ومعتصماه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. تعالوا نشوف ايه يعني الجمال والرفعة والجمال الإسلامي والدولة الإسلامية وجمال الدولة الإسلامية، وقد ايه ان الإسلام عز المرأة، وقد ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء خيرا، وقد ايه ان الخلفاء الراشدين اهتموا بالوصية ديت. تابعوا معايا القصة للنهاية، القصة جميلة جدا، استنوا معانا. كان في دولة صغيرة اسمها عامورية تقع ما بين الدولة العباسية ودولة الروم. كانت الدولة ديت بتتميز، أو المدينة دي أو القرية دي بتتميز بالجمال بتاعها وموقعها الجميل، وإن هي مكان استراتيجي كويس جدا. فالروم طمعت فيها، راحت الروم عاملة جيش وعاملة حملة كبيرة وغزت هذه القرية. فلما غزتها واحتلتها طبعا حصل بقى طبعا أسر كبير، وحصل نهب للأموال، ويعني خدوا النساء سبايا وعبيد لهم. ففي مرة من المرات كانوا واخدين، كان في واحدة واحدة يعني مسلمة كانت جميلة جدا وكانت كويسة. فالمهم خدوها من ضمن النساء أو الفتيات لسوق الرقيق. كان في سوق زمان يسمى سوق الرقيق، كانت بتبايع فيه النساء. فأول ما خدوها ومشيوا طبعا قعدوا ينادوا عليها بسعر معين ايا كان السعر. فالمهم في واحد شاف البنت ديت
اشتراها، دفع المال اللي هو مطلوب فيها وخدها، وهو مسكها من ايدها وماشي. فقعد طبعا يعني يستهزئ بيها وقعد يهينها جامد، وهي كانت مسلمه. فراحت قايله ومعتصماه. فلما قالت ومعتصماه طبعا هو استهزأ اكتر وقعد برضه يهينها بزياده. ففي رسول كان متخفي في وسط المدينه او القريه ديت، ووسط جنود الروم، كان من الدوله العباسيه تبع الخليفه المعتصم. سمع الخبر، راح واخد الفرس بتاعه واتجه الى الدوله العباسيه، متجها الى المعتصم بالله. طبعا الوقت ده استغرق فتره من الزمن، حوالي 3 4 أو 5 ايام. المهم وصل له واستأذن الحراس وقال له انا معايا خبر، امرأة من المسلمين تهان في عامورية من قبل جنود الروم. وقعدت تنادي وتقول ومعتصماه، وقعد طبعا الجنود مش عاجبهم ان هم بيقولوا ومعتصماه. تعالوا نشوف المعتصم بالله عمل ايه. تابعوا معايا الفيديو. اول ما امير المؤمنين سمع القصه اتغاظ جدا واتضايق، وراح جايب رسول من عنده وحمله رساله وقال له خدها وروح بيها الى عاموريه، وكتب فيها بسم الله من المعتصم بالله إلى كلب الروم، لتخرج منها أو لنخرجنك منها صاغرا ذليلا. هبعت لك جيش أوله عندك وآخره عندي. طبعا الرسول خد الرسالة ديت وراح بيها لأمير عامورية وراح مديها له. طبعا لما أمير عامورية قرأ الرسالة استهزأ بالرسالة واستهزأ بالرسول، وقال له ليفعل أميركم ما يفعل، يعمل اللي هو عايز يعمله. طبعا الرسول رجع بالرساله الى المعتصم بالله وقال له ان هو حصل منه كذا وكذا، يعني ان اعمل اللي انت عايز تعمله. طبعا المعتصم بالله ما عجبوش الكلام وجهز جيش كان عدده اكتر من 90,000 جندي، وكانوا من اقوى واشرس الجنود. وبالفعل اتجهوا الى عاموريه وحاصروا عاموريه. قعدوا حوالي 5 ايام منعوا عنها كل المداخل والمخارج بتاعتها، لحد ما بالفعل دخلوا عاموريه وانتصروا عليهم وانتصروا على الروم، انتصر المسلمين في المعركه ديت. واول ما استقر الوضع وهديت المعركه، جاب الشاب اللي هو شاف الحادثه وشاف الواقعه ديت وقال له ائتيني او هات لي او شوف لي فين المراه التي نادت على المعتصم وقالت هو معتصماه. جابوا له فعلا المرأة ديت، وأول ما جابها وقال لها هل لبى المعتصم ندائك؟ يعني هل لبى المعتصم ندائك؟ والحمد لله رب العالمين حررها المعتصم بالله. ومش بس وكده، مش بس ان هو حرر هذه المرأة، لا ده خلى اللي هو كان شاريها عبد عندها، خلى عبد عند المرأة ديت عشان يقتص منه وتقتص منه، والذل اللي هو وراه لها تنتقم منه. والهنا تكون نهايه القصه بتاعتنا. يا رب تكون القصه بتاعتنا عجبتكم. نخرج من القصه بتاعتنا بحاجه جميله جدا، ان فعلا المراه في الاسلام ما لقتش مكان، وما فيش شيء في الدنيا قرب المرأة ولا عز المرأة غير الإسلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الإسلام إلى ما كان عليه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا بخير في كل مكان. النهاردة أنا حابب أحكي لحضراتكم تجربتي مع مجزر العابد. التجربة الشخصية لي أنا شخصيا، والمحور الأساسي اللي غير في حياتي بشكل جذري وشكل كبير. الموقف مواقف كتير حصلت معايا أنا شخصيا في مجزر العابد. عايز أقول لحضرتك إن خروجك عن الدايرة اللي أنت عايش فيها، خروجك عن الوسط اللي أنت مرتبط بيه، شيء جميل مش شيء وحش. المهم إنك أنت تحتك بناس كتير. احتكاكك بالناس كتير بيكسبك، بيديلك مكاسب مختلفة، تجارب مختلفة.
بتقدر من خلالها انك انت تعتمد على نفسك، وانك انت لو اتحطيت في اي موقف او اي ظروف معينه بتقدر انك انت تتصرف وتتعامل بشكل ايجابي وبشكل جذري. طبعا انا في الفتره ديت انا كنت في الجامعه، كنت في تانية كليه تجاره، وكان بالنسبه لي ان انا اتنقل من بقى البيت والكليه والدراسه ان انا اشتغل، واول ما اشتغل اروح اشتغل في مجزر. كانت صعبه جدا بالنسبه لي، لكن هو كان والدي الله يرحمه كان شغال هناك، وهو اللي شجعني ان انا اروح معاه وان انا ابدا ان انا اشتغل، عشان لان طبعا برضه كانت الظروف الماديه كانت على قدها، ما كانش فيه فلوس، يعني كانت الدنيا كانت هاديه بصراحه. فالمهم الحمد لله رب العالمين نزلت مع والدي المجزر، واي نعم الموضوع كان صعب جدا، لاني انا بالنسبه لي كان احتكاكي بالناس كان ضعيف، وكان قليل جدا. طبعا الناس اول ما رحت شقطوني، يعني عارفين يعني ايه بالنسبه لهم حاجه جديده وحاجه غريبه. لو حد كان قال لي ازيك ما كنتش عارف ارد عليه. بدات الناس تهزر معايا ويعني يكلموني كلام انا اول مره اسمعه. بقت تيجي عليا فترات بيني وبين نفسي كده ممكن اقعد اعيط من اللي بيحصل. وقفت بيني وبين نفسي واقفه، قلت حاجه من الاثنين، يا اما اثبت للناس دي ان انا راجل، يعني راجل زيهم احسن منهم، يا اكون يا لا اكون. طبعا كان الموقف صعب جدا، لان كان لازم استمر، ما كانش ينفع حل تاني، ما كانش قدامي حل تاني. بدات واحده واحده ان انا اخد على الناس، بدات اهزر معاهم، بدا اللي يهزر معايا ابدا ان انا ارد عليه او ان انا اتجرأ واكلمه. طبعا وجدير بالذكر كان في زميل لي اسمه حمد فرحات، كان هو اول واحد اصطادني بصراحه، وقعد بقى يشجعني على الكلام. بوجه له طبعا كل الشكر والتحيه والاحترام والتقدير، لان هو انسان محترم جدا. هو يعتبر يعني اول اداه او اول حد فعلا جرأني على الكلام، جرأني على التهريج، جرأني ان انا ما اتكسفش، يعني فنطني بمعنى اصح. يعني قعدت في المجزر 4 سنين شغال، كنت شغال تباع على عربيه الفراخ مع والدي. كنا بنروح المجازر، بنروح عنابر الفراخ نجيب الفراخ. كنا زمان بقى كان في حاجه اسمها بسكول، ما كانش في حاجه اسمها بسكول خالص. كنا لازم الفاظ دي تتعبى وتتوزن على اسمها الطبليه ديت، وكانت الافاظ دي بتتحط على العربيه، واحنا بناخد الافاظ دي نرصها بالتالي بشكل معين. كان مجهود عضلي قوي جدا بصراحه، كانت فتره شاقه، لكن كان فيها دخل حلو، كان ما شاء الله دخل جميل جدا، لان كان في الوقت ده يعني كان لسه والدي برضو، يعني الحياه كانت لسه على قدها. الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا اقف جنبه والحمد لله واساعده، والحمد لله اخواتي اتجوزوا والدنيا تمام، وانا كمان الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني. اشتغلت فتره كبيره جدا، كانت فتره ايجابيه جدا في حياتي، كانت فتره فعلا يعني نقلتني نقله جميله جدا. وكملت طبعا، كنت مكمل في دراستي عادي. كانت بتيجي بقى وقت الامتحانات كنت استاذن من المعلم بتاعنا الله يرحمه توفاه الله، المعلم تفيد، ان انا اخد اجازه شهر. كنت باخد الاجازه شهر وكنت بروح الامتحانات. بصراحه كان مقدر الكلام ده جدا. طبعا بشكر كل الناس اللي كانوا معايا وكل زمايلي بكل معاني الكلمه، يعني بصراحه ان احنا كلنا مع بعض عيش وملح. بنصح في نهايه الفيديو ان انت ما تقفلش على ابنك، ما تقفلش على اولادك، لا، خرج ابنك، خليه يشتغل في كذا مكان، يحتك بالناس، لان ده هيفرق معاه كتير جدا في حياته، عشان يقدر يعتمد على نفسه، ويقدر ان هو يبقى راجل، يقدر ان هو يشيل مسؤوليه ويقدر يتحمل مسؤوليه. رسالتي بوجهها لكل الناس: خرج ابنك، خليه يحتك بناس اكتر، خليه يشتغل، خليه يتمرمط عشان يبقى راجل وينفع نفسه قدام. ويا رب تكون رسالتي وصلت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله ورعايته.